السلام عليكم. والله بيك في الحلقة الثالثة من كورس تعليم المونتاج. النهارده اعلمك ازاي تخلي الكلام يظهر ورا ظهرك زي كده، او تعمل الايفكت ده، او تحول شخصيتك لكرتون. الله يكون سبسكرايب بتاعك الجميل ويلا بينا. معلش بقى يا رجاله على التأخير في التنزيل، عشان بس كان في شوية مشاكل وكده، فيلا بينا. اول حاجه هتضيف مشروع جديد. تمام، هتجيب فيديو انت تشتغل عليه. اول حاجه هتشتغل عليها اللي بتضيف النص ورا الشخص اللي في الفيديو. تمام، هتجيب الفيديو اللي تشتغل عليه مثلا زي ده، هتضيف الفيديو. تمام، هتروح على النص، تضيف النص، هتكتب النص اللي انت عايزه، مثلا باور جيم. تمام، بالظبط كده، ظبطه على المكان اللي انت عايزه بالظبط، عايزه يكون فين. تمام، هتروح تختار الانيميشن بتاعته، الحركه بتاعته، الرسوم المتحركه اللي بيظهر ازاي. مثلا زي كده. تمام، تروح تختار النوع بتاع الخط، هذا النوع انجليزي مثلا زي ده، خليه ده. تمام، هتروح تجيب اللون بتاعه، خلي ده بالظبط كده. تمام، هشد لحد اخر الفيديو، نمسح ده كده عشان مش محتاجينه. متنساش تمسح العلامة مية من 1000 مرة، متنساش تمسحها. كده النص بتاعك بقى هنا، هنا بالظبط كده بالظبط. هتطلع الفيديو ده. تمام، هيتصدر، هتضيف الفيديو اللي انت طلعته دلوقتي مرة تانية. تمام، وهتجيب نفس الفيديو اللي انت عملته في الأول من تراكم، ضيف التراكم ده، هتجيب نفس الفيديو. خليهم قصاد بعض، امسح العلامة المائية برضه، متنساش تمسحها. نعملها سبليت عشان نمسح كده قصاد بعض. تمام، اهو. هتجيب الفيديو اللي انت لسه ضايفه، الفيديو اللي انت ضفته فوق ايه، تعمله زي خلفية، توصلت خلفية زي التلقائية، تمت الإزالة. أول ما الواحد ده يعد يكون تمت، يبقى خلاص، والشكل ده كده ظهر وراك اهو. بنتكلم بعد كده ازاي تعمل المشهد اللي هو ده. فكرته سهلة جدا، تعالى اوريهولك. هتضيف مشروع جديد، هتضيف الفيديو اللي تشتغل عليه، بس أقصر هنا شوية عشان هو طويل. تمام، هتضيف نفس الفيديو مرة تانية من تراكم، خليها قد بعض بالظبط. ها، خلي المقاس قده بالظبط. هتعمل اللي انت ضفته ده إزالة خلفية، أو ما يتم كده يبقى تمت الإزالة، تمت الإزالة. كده معاك الاتنين زي بعض اهو. تمام، تيجي هنا توقف له الحركة. توقف له الحركة ازاي؟ هتروح تنزل كده تحت، هتلاقي حاجة اسمها توقف الحركة، ياخد لك سكرين شوت من مشهد معين. تمام، هيقسم لك التايم لاين لثلاث حاجات. هتمسح الاول وهتحذف التالت. الاول نحذف الاولاني، فدايركت حذف، امسح التالت برضه، وهتخلي اللي هو التاني هتكبره قصاد ده، يبدا بحيث انه يبدا مع بعضهم، واول ما يتطابقوا مع بعض هاجي واقف عند بعض، يعني كده بس. اول ما يتطابق هاجي واقف، واجي اقص، وبقى كده.
وهتكرر الباقي بنفس التركية برضه. التركية اللي بعد كده ازاي تحول صورتك لكرتون. فكرتها سهلة جدا. هتضيف مشروع جديد، هتجيب الصور، هتضيف الصورة بتاعتك، هتروح تدوس عليها، هتدوس على النمط، هتلاقي هنا كرتون. اسحب كده الصورة الشخصية، تمام اهي كرتون. اضغط عليها هيفضل يحمل كده. بقت بالشكل ده. بس كده يا صاحبي، ده فيديو صغير من سلسله المونتاج، وان شاء الله مكملين فيها، بس كان في شويه ابطال بس، فان شاء الله هنكمل فيها وان شاء الله خير. متنساش تعمل سبسكرايب يا صاحبي عشان تشوف بقيه الفيديوهات، واشوفك الفيديو الجاي وبس كده.